لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليني أسألك سؤال غريب شوية. لو طلبت منك دلوقتي تبني مبنى ارتفاعه أكتر من 150 مترا وباستخدام أحجار وزن الحجر الواحد فيها عشرات الأطنان، هل تقدر تعمل كده؟ طيب، لو قلت لك كمان إنك لازم تبني المبنى ده باستخدام أدوات بدائية فقط، لا رافعات، لا معدات، لا حديد، ولا حتى أسمنت، غالبا أول رد فعل ليك هيكون مستحيل. لكن الغريب إن في ناس عملت كده بالفعل، ومن أكتر من 4500 سنة. أنا بتكلم طبعا عن الأهرامات، وتحديدا الهرم الأكبر، هرم الملك خوفو. الهرم ده لوحده مكون من حوالي 2,300,000 حجر، وأغلب الأحجار دي وزنها يتعدى 70 طن. تخيل الرقم بس. لو حاولنا النهاردة ننقل حجر واحد بالحجم ده هنحتاج معدات ضخمة جدا. لكن الفراعنة كان عندهم إيه؟ مجموعة أدوات بسيطة، شوية أخشاب وحبال، ومع ذلك قدروا يبنوا واحد من أعظم المباني في تاريخ البشرية. السؤال بقى، إزاي ناس من آلاف السنين، من غير تكنولوجيا، من غير معدات حديثة، قدروا يبنوا صرح ضخم بالشكل ده؟ وهل فعلا الفراعنة هم اللي بنوه، ولا في سر أكبر مخبي ورا القصة دي؟ أهلا بيكم، أنا إدهم، والحلقة دي من قناة أسرار صامتو، والنهاردة هنحاول نجاوب على واحد من أكتر الأسئلة اللي حيرت العلماء عبر التاريخ: إزاي الفراعنة بنوا الأهرامات؟ لكن قبل ما نكمل، لو أنت من الناس اللي بتحب الأسئلة الغامضة والحاجات اللي بتخليك تفكر، يبقى أكيد قناة إسرار صلمته معمولة ليك. فما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس، عشان السؤال الجاي ممكن يقلب دماغك حرفيا. طيب، خلينا نبدأ من أغرب النظريات اللي اتقالت. في ناس مؤمنة تماما إن اللي بنى الأهرامات مش البشر أصلا. أيوة، في ناس مقتنعة إن اللي بناها مخلوقات فضائية. النظرية دي بتقول إن حضارة متقدمة جدا من الفضاء هي اللي ساعدت المصريين القدماء في بناء الأهرامات. والسبب إن التكنولوجيا المطلوبة لبناء حاجة بالحجم والدقة دي كانت متقدمة جدا بالنسبة لزمانهم. لكن طبعا لحد النهاردة مفيش أي دليل علمي حقيقي على الكلام ده. وده بيخلينا نرجع للسؤال من جديد: طيب، لو مش الفضائيين يبقى مين؟ في نظرية تانية أغرب شوية. بعض الناس كانوا مقتنعين إن الفراعنة نفسهم كانوا عمالقة، ناس ضخمة جدا، طولهم ممكن يوصل لعدة أمتار، وبالتالي كان سهل عليهم يرفعوا الأحجار العملاقة دي. لكن المشكلة إننا عندنا مومياوات الفراعنة لحد النهاردة، ولو بصينا عليها هنلاقي إن أطوالهم كانت طبيعية جدا. يعني ببساطة الفراعنة كانوا زينا بالضبط، بس غالبا من غير كرش. طيب، لولا فضائيين ولا عمالقة، يبقى بنوا الأهرامات إزاي؟ النظرية اللي اتعلمناها وإحنا صغيرين بتقول إن العمال كانوا بينقلوا الأحجار من جنوب مصر، وبعدين يعملوا ساتر ترابي ضخم حوالين الهرم، وبعد كده يسحبوا الأحجار لفوق باستخدام بكر خشبي وحبال وعمال كتير. والقصة دي عدت علينا بسهولة جدا. لكن لما العلماء بدأوا يفكروا فيها بجد، اكتشفوا مشكلة كبيرة. الساتر الترابي ده لازم يكون أكبر من الهرم نفسه بمرات، ولو فعلا كان موجود كان لازم يسيب أثر ضخم في المكان. لكن الغريب إن مفيش أي أثر ليه لحد النهاردة، ولا طريق ضخم، ولا بقايا ساتر ترابي، ولا أي حاجة. وده خلى ناس كتير تبدأ تشك في القصة كلها. لكن المفاجأة الحقيقية لسه جاية. خليني أسألك سؤال تاني: إيه رد فعلك لو قلتلك إن الأحجار اللي اتبنى منها الهرم ممكن ما تكونش أحجار أصلا؟ أيوة، في نظرية بتقول إن الفراعنة ما قطعوش الصخور، ولا نقلوها، ولا رفعوها، ولا أي حاجة من دي، لكنهم ببساطة صبوها زي ما بنصب الخرسانة بالظبط. النظرية دي طرحها باحث فرنسي اسمه جوزيف دافيدوفيتس، وقال إن الفراعنة كانوا عارفين سر تحويل الطين وبعض المعادن لمادة شبه الخرسانة الحجرية. المادة دي كانت بتتحط في قوالب، ولما تنشف تبقى صخر حقيقي. والأغرب إن بعض الاختبارات الحديثة وجدت إن بعض أحجار الهرم فيها نسبة مياه غير طبيعية، ونسبة المياه دي صعب جدا تكون موجودة في صخر طبيعي، لكنها ممكن تكون موجودة لو الصخر ده اتصنع فعلا. يعني ببساطة بدل ما ينقلوا الحجر كانوا بيصنعوه في مكانه. وده يفسر حاجات كتير جدا، زي مثلا إزاي الأحجار متطابقة بالشكل المذهل ده، وإزاي مفيش فراغات تقريبا بينها. لكن
هل ده معناه إن النظرية دي صح؟ الحقيقة لحد النهاردة محدش متأكد. الأهرامات ما زالت واحدة من أعظم الألغاز في التاريخ، ويمكن السر الحقيقي لبنائها لسه مدفون تحت الرمال. لكن اللي نقدر نقوله بثقة إن الحضارة المصرية القديمة كانت أعظم بكتير مما نتخيل، والأهرامات مجرد دليل واحد بس على عبقريتهم. دلوقتي بقى خلينا نقولك السر الجديد الحقيقي. لو كنت عايش وقت الفراعنة وطلبوا منك تساعد في بناء الهرم، تفتكر كنت هتعمل إيه؟ اكتب رأيك في التعليقات، خلينا نشوف أفكاركم. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في قناة أسرار صمتو، عشان السر الجاي ممكن يخليك ما تنامش طول الليل.